عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه ديال التحضير ديال البشنيخه. مقادير سهله وبسيطه وكتجي اكثر من رائعه. كنتمنى تعجبكم ودير الاستحسان ديالكم. نبداو على بركه الله بالمقادير والطريقه. بسم الله على بركه الله. بالمقادير تاع اليوم اللي غنحتاجو ان شاء الله في هذه البشنيخه، غنحتاجو هنا 1 كيلو تاع الفرص نوعيه جيده، 2 خمارات حمرين، 2 فاني، غنحتاجو معلقه ديال القرفه ومعلقه عامره مزيان ديال النافع، معلقه عامره ديال حبه حلاوه، 3 ديال المعالق ديال الخل، نص كاس ديال المزهر، نص لتر تاع الحليب. غنحتاجو 250 غرام يعني ما يعادل نص رابعه ديال الزبده، ضويمه تاع الزعفران، شويه تاع المليحه. هادو هما المكونات. ندوزو ان شاء الله للطريقه. لا اول حاجه غادي نديرو هي غناخدو داك نص لتر تاع الحليب، غادي نخويه في كاسرونه وغادي نضيفو عليه الزبده. انا اختاريت مارغرين، ديروا اي نوعيه كتفضلوا. غادي نديرها مع هذا الحليب، غير تذوب ليا الزبده ويسخن داكشي، غير تذوب الزبده في هذا الحليب صافي وغادي نخلطوا بها. وخديت انا واحد كاسرونه صغيره غندير فيها داك نص كاس ديال الماء الزهر، غادي نخويه هنايا وغادي نضيف عليه ضويمه ديال الزعفران فرتتها فيه. بعد ما غادي يسخن يذوب لنا في هادي، درنا داك الزهر يسخن باش تذوب لينا ديك الضامه صافي. هنا بعد ما سخن داك الزهر غنحاول نصفيه بحال هكا، غير باش ما يبقاوش هذوك الطريفات ديال الضويمه وصافي. غنبداو دابا نجيب واحد القصريه ان شاء الله اللي غنعجنوا فيها ونكملوا مع بعضياتنا. غنبداو بسم الله. اول حاجه خديت انا واحد القصريه، غادي نخوي داك كيلو ديال الدقيق الممتاز، غادي نضيف معكم معلقه كبيره ديال القرفه اللي مغربله، ضروري كنأكد عليها باش ما تقطع لكمش العجينه. وغنزيد معلقه كبيره عامره ديال النافع اللي حتى هو مطحون مزيان ومغربل، يعني معلقه بومبي. نفس الشيء غادي نديرو مع حبه حلاوه معلقه عامره مزيان على هذا الشكل ونخويوها. غنضيفو شويه تاع الملحه، 2 اكياس ديال الفاني، غادي نضيف هاد 2 اكياس تاع الفاني كيعطيو واحد اللوغو زوين. غنضيفو 2 اكياس ديال الخميره كيماويه، يعني 8 غرام في 8 هي 16 غرام. غادي نغربلهم لان تيكون فيهم واحد الكبيرات. خاصنا الخليط ديال النواشف يكون مغربل مزيان بحال هكا صافي. بسم الله. دابا غادي نخلط مزيان هاد النواشف، القرفه وحبه حلاوه والنافع والمليحه والخمارات والفاني. من بعد غادي نضيف معكم نص كاس ديال الماء الزهر اللي مذوبه فيه ديك الضويمه، وغادي نضيفو 3 ديال المعالق كبار ديال الخل باش كيعطينا واحد الهشاشه في العجين. هنا الحليب بعد ما دابت فيه ديك الزبده ضروري حتى كيبرد كنديرو في يدينا كنقدروا. عاد ديك الساعه كنبداو نضيفو شويه بشويه، ما نجيوش نخويو السوائل دقه واحده. هذا فيه الزبده والحليب راه دافي، غنبقى نجمع شويه بشويه حتى كتجمع ليا العجين، وحنا كنضيفو شويه بشويه. العجينه ما تجيش جاريه ما تجيش قاصحه بزاف، يعني بين وبين. نقدر هذا الخليط تاع الحليب وما ندخلوش كامل اللي مع الزبده. غنستمر انا هكا حتى كنجمع هاد النواشف بهاد السوائل حتى تجمع ليا كامله ونحصل على عجين. وغنوريكم القوام ديالها كما قلت لكم، بحال كنعجنوا عادي الخبز هكا، بحال كنعجنوا الخبز. المهم غنبقى نضيف شويه بشويه حتى كتجمع ليا العجين بين يديا، ونوريكم القوام كيفاش حصلت عليه باش ما نطولش عليكم الفيديو. العجين جا على هذا الشكل، ما تجي لا رطبه لا قاصحه، بحال هكا تجي مطاطيه العجين. وداك الماء داك الحليب والزبده راه تيعاونهم دغيا يتجمعوا. بالنسبه للحليب والزبده راه ما خدتش ليا ديك الكميه، شاط واحد شويه. غنديرها في واحد البلاصيكه ترتاح واحد 5 دقائق ونرجع ان شاء الله نقطعها معكم باش نديرو على شكل بيطاج وتتبعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر. هنا بعد ما دازت 5 دقائق على العجين ودرتها هكا في واحد البلاصيكه، غنحاول نشكل منها كويرات صغار كما غادي نوريكم. غنبقى نقطعهم على شكل كويرات يكونوا هكا صغيورين كما غنوريكم. غنستمر حتى نقطع العجين كامله بنفس الكيفيه. هنا بعد ما قطعت العجين كامله وشكلت على شكل كويرات على هذا الشكل ما يكونوش كبار، غادي نحطهم هنا فوق سطح العمل وغادي نغطيهم بواحد البلاستيكه باش ما كيديروش واحد القشره هكا، ومنها كيساعدونا في الخدمه
بحال هكا نحاول نغطيهم كاملين. من بعد غادي نورقهم معكم بالدلاك باش نشكلهم على شكل هكا فيلطاج باش ملي نطلقوهم في العجين يجينا ساهل. هانتوما الكويرات بعد ما ارتاحوا ليا خديت الكره الاولى وجبت هنايا الدلاك وكنرشوا سطح العمل بشويه تاع الدقيق باش كنعاونوا العجين هكا نعطيوها بحال غادي نديروا داك بحال غنورقوها بحال الخدمه ديال الشباكيه بهذا الشكل كما كتابعوا معايا في الفيديو. كنحاول تجينا هكا مقاده، مره كنعطيوها الطول مره تنعطيوها العرض، وغادي نقبطوا هاد الاطراف ديال الجهه اليسار مع اليمين. المهم غنشكلوها على هذا الشكل، واللي صايبناها على هذا الشكل كنحطوها نفس العمليه كنعاودوها مع جميع الكويرات دائما بمساعده الدقيق والدلاك. وبالنسبه للكويره الثانيه نفس الشيء كي درت معكم في الاولى، كنعطيها مره الطول مره العرض حتى كنحصل على هذا الشكل ديال المستطيل. كنجمعوا الاطراف بيناتهم وكنجمعوهم على هذا الشكل، ودائما كنساعدوها بالبلاستيكه باش كتبقى العجينه مزيانه ورطبه ما كتشكلش لنا واحد القشره. غنستمر بهذه الكيفيه حتى نسالي الكميه ديال العجين كامله باش ما يجيكمش هكا الفيديو طويل. ان شاء الله من نساليهم غادي ندوزو باش نورقوها في الوراقه. دائما العجين كنساعدو بالدلاك مع رشه ديال الدقيق الا كان هكا كتلصق ولا شي حاجه. هنا بعد ما خليت العجين يرتاح ليا غادي نبداو بالاولى وغادي نطلقوها شويه بالدلاك، والماكينه راني ركبتها في الجنب اللي غادي ان شاء الله نخدموا بها. غنبداو نطلقوها هكا بالدلاك، كنعطيوها واحد الشكل طولي غير شكل طولي بحال هكا. على هذا الشكل كنساعدوها بالدلاك عاد كندوزوها في الوراقه. المهم كنركبوا الجهه اللي كتكون هكا سامبل غنهبطوها والجهه الثانيه اللي كتكون بحال شكل سباكيتي صافي. وبالنسبه للرقم راه كل وحده على حسب الماكينه ديالها. لصقتها هنا في سطح العمل، ممكن تلصقوها حتى في الطبله. النمره اللي عندي انا دابا فيها النمره 4 فاش كاينه صافي كتجينا على هذا الشكل بحال هكا شكل مستطيل مقاد. كنعاود نبدل باش كنشكل منها بديك الخيوط بالماكينه على هذا الشكل. كيهبطوا ليا من الجهه الاخرى حتى كنسالي العجين صافي. وكنقبطوا هنايا كنحصلوا هكا على خيوط على هذا الشكل. ها هما كي كيجيو كنحطها فوق سطح العمل. من بعد كنقادها بهذا الشكل، ما كانش شي خيط هكا كنقادوه. غادي نحيد هاد الاطراف اللي كيكونوا في الفوق والتحت وكنبدا نقرصها على هذا الشكل بحال هكا. كنبركو بيدينا باش كنشكلوا على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا بحال هكا. من بعد ملي كنساليوه هكا كنقبطو ميس وكنقطعو. راه ساهله صافي كتجينا على هذا الشكل كما كتشوفوا. الا كانوا الخويطات كيتلصقوا ممكن نساعدوا بالدقيق، كنبقاو نبركو بهكا بحال كتحلوا لنا ديك الخويطات كتجينا على هذا الشكل. نفس الشيء غنعاود معكم بحال هكا تنبركو باش كيتحلوا معنا الخيوط ديال البشنيخه. اللي بغاتها كبيره راه تكبرها على هكا، اللي بغاتها صغيره ديرها صغيره. المهم بحال هذا الشكل كنحصلوا كنجيبوا واحد الطاوه الكميه اللي قديتها كنحطها فيها باش كتنشف ليا على هذه الكيفيه. راه ساهله ودغيا. المهم ها هي الكميه كي كتجي. غنجيب واحد الطاوه ونبدا نحط. غناخذ هنا واحد الطاوه ونبدا نحطها مقاده حدا بعضياتها. منها كتنشف ومنها كيكون العمل ديالي هكا منظم. غنستمر ان شاء الله حتى نسالي هذه الكميه كامله اللي عندي ديال البشنيخه. ونفس الشيء غنعاود معكم واحد المستطيل ديال العجين ونطلقوه. نعاودو ناخذ واحد المستطيل ديال العجين وغادي نبقى نطلقو ثاني بالدلاك بحال اللي درنا في الاول. اللي كانت عندها العجينه مثلا خفيفه راه ممكن تساعدها بالدقيق
بالنسبه لي انا العجين هو هذاك، ما تيتلصق ما حتى شي حاجه، اكتفيت غير بالدلاك صافي. ها هو الشكل كي كيجي صافي. وغادي ندوزها في الوراقه كيف وريتكم في الاول. وهنا غناخذ العجين وندوزوها في الوراقه على هذا الشكل. راها ساهله، وبالاخص الا كان هكا شي واحد كيساعدكم راه دغيا غادي تكملوها ان شاء الله. كنبدلوا اليد عاوتاني للجهه الاخرى حتى كنساليوها. بالنسبه للرقم اللي عندي دايره هنا النمره 4، كل وحده على حساب الماكينه ديالها. صافي كنقبطوها كنخرجوها على هذا الشكل. ولا كانت هكا مخربقه معنا راه تنحاولوا نقادو دوك الخيوط تتجينا مقاده مع بعضياتها على هذا الشكل. كنقادو الخيوط مع بعضهم، ضروري كنقادو. ولا كان شي واحد هكا مقطع كنحيدوه باش ما كيتحرقش لينا في القلي. المهم كنقادو بحال هكا الشريط بالطول فوق السطح ديال العمل، وكناخذوا هنا واحد المميس وكنحيدوا هاد الجناب اللي تيكونوا سواء في هاد الجهه ولا في هاد الجهه، وكنبداو نقرصوا بشكل عادي كيف وريتكم في الاول على هاد الشكل. بغيتوها كبيره راه كتكبروا، بغيتوها صغيره كتصغروا، وبحال هكا تتشكل معنا البشنيخه بكل سهوله. هكا كناخذوا مميس كي درت معكم، كنبداو نقطعوا. واللي كتلصق ليها راه ممكن داك الخيوطه ترشهم بشويه تاع الدقيق، ما تكثرش، ما كانش كتلصق ليك بلاش صافي. وكنبداو نحلو هاد الاشرطه بحال هكا، كنحصلوا على بشنيخه على هاد الشكل. نتمنى تكون باينه صافي. كنقرصوها في الجناب باش ما كتحلش معنا في القلي. والكميه اللي صايبتها كنديرها في نفس الطاوه اللي درت معكم من الكميه الاولى حتى كتنشف مزيان. عاد كنقليو هذيك الساعه. نفس الطريقه كي درنا كناخذوها وكنحطوها حدا بعضياتها بحال هكا. نخليها تنشف هكا، كنستفها في اللاطه وكنخليها تنشف. وبنفس الكميه غادي نكمل الكميه اللي باقا عندي تاع العجين. البشنيخه هي هذه بعد ما ساليتها درتها في الطاوات وخليتها كتنشف تقريبا واحد ساعه ولا ساعه ونص صافي. وغادي نبدا ان شاء الله نقلي صافي حتى كيبدا يسخن الزيت. عاد نبدا نحط فيه ان شاء الله. ما تكونش الزيت بارده بطبيعه الحال تكون الزيت سخونه. هنا بعد ما سخن الزيت غنبدا في الاول كتكون العافيه مجهده وكتكون مجهده. بعد ما كيسخن الزيت اين فوا كندير البشنيخه كنقص وكنبداو نحطو بسم الله على بركه الله، وما نجهدوش عليها باش ما كتلهبش لينا وكتاخد حقها في الطريق في الطياب، ما كتبداش تجينا معجنه. وبالنسبه للطاوه ما تكونش الطاوه خفيفه باش ما تحرق لكمش. غنستمر حتى نعمر المقله كامله. هنا بعد ما حطيت بشنيخه وناقصه عليها العافيه اللي بداو كيتحمروا راه كنقلبهم على الجهتين بجوج وكنحيدها. وكيكون عندنا العسل ها هو ديجا هنايا عندي في الطاوه اللي دفيت شويه باش البشنيخه ما كتهرش ليا صافي. واللي حيدتها غادي نطفيها في العسل ونردوا معهم البال والعافيه قلت لكم ناقصه باش ما كيطيبوش ملهوبين او تحرق لينا وتجينا البشنيخه محروقه. غنستمر بهذه الكيفيه حتى كنقلبهم صافي. وغادي نصفوهم بواحد الصفايه ونطفيوهم في العسل اللي ديجا دافي. بالنسبه للحبات اللي طابوا كنهزهم هكا كنبقاو نقلبوهم بواحد الفرشيط ولا معلقه، واللي طابت كنزولوها وكنصفيو بحال هكا في الصفايه ديال لالوش على هذا الشكل وكنطفيو في العسل. بالنسبه للعسل هو هذا اللي ديجا دفيت كنحطها هنا كتعسل. كنبقى مقابله هاد الحبات حتى همايا. من بعد غنحيدو القليه هذه ونديرو الثانيه حتى كنساليو الكميه كامله اللي عندنا ديال البشنيخه على هاد الطريقه. ديما العافيه تكون عندنا متوسطه ما نجهدوش باش كتاخد حقها في الطياب بحال هكا.
وحنا تنقلبوها، وضروري ما تكون ناشفه بشنيخه. وهنايا اللي طابس راه كنعسلها في هاد الطاوه. هنا كما كتشوفوا بعد ما قليت القليه الاولانيه زولتها وكنغطسها هكا في العسل طبيعه الحال بعد ما سخنته باش هكا ما تهرسليش بشنيخه صافي. وكنعاود نهز تاني الطاوه وكنحط هكا في ديك المقيله وكنبدا نقص عليها العافيه باش تاخذ القياس الكافي، ما نجهدوش عليها باش طيب من الداخل وما تجيناش هكا معجنه. ونردو معاها البال باش ما كتحرقش. وضروري كنقليو في الضوء ما نقليوش في الظلام ولا هكا في العشيه باش كيبان لينا اللون ديال البشنيخه او اي حاجه من المعسلات. وبالنسبه لديك الاولى اللي كنت حيدت ها نتوما كي كتشوفوا كنبقى نخوي عليها العسل من الفوق باش كتشرب القياس الكافي ديال هذاك العسل. وبالنسبه للقليه الثانيه راه دائما مع التقليب المستمر وانا يدي مقابلها صافي. وكنهز هكا بواحد لالوش او بصفايه حتى كيتقطر داك الفائض ديال الزيت وكنرميها ثاني التسليه. كما كتشوفوا كنزيد عليها العسل اخر اللي كيكون عندي باش كتشرب مزيان. بصراحه انا عسلتها في واحد الطاوه كبيره، يعني واحد الطاوه كبيره هكا. وهكا غادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله ديال البشنيخه. وبعد ما خليتها تعسلات مزيان وخدات حقها في العسل وضفت لها العسل كذلك يكون هكا مغطي عليها صافي. وخديت هنا واحد الكسكاس وكنبدا نهز باش كتصفى ليا داك الزائد ديال العسل، وكنحاولوا نهزوها غير بشويه باش ما كنهرسوهاش صافي. وكنصفيوها في الكسكاس كما قلت لكم صافي. راه غادي يهبط هذاك الزائد ديال العسل كامل وكنرشوها بالجنجلان وتنقدموها بالصحه والراحه. وغادي نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ونوريها لكم كيفاش جات بحال هكا صافي. حتى كنسالي هاد الكميه كامله اللي عندي على هاد الطريقه اللي كتشوفوا معايا راه ساهله وكلشي تعرفها يديرها ما شاء الله. الشكل النهائي بعد ما قطرتها من داك العسل درتها في واحد الكسكاس. خديت هنا الجنجلان اللي حمرته واحد شويه وغادي نزين به على هذا الشكل. نتمنى تعجبكم وتلا الاستحسان ديالكم وتجربوها، اكيد راه كتجي لذيذه. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ غنشاركها معكم ان شاء الله. بالنسبه للطريقه كناخذوا واحد العلبه. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ كناخذوا بحال هكا واحد العلبه كنستفوا فيها الكميه على هذا الشكل حتى كنعمروها من هنا وكنفصلوا بين كل طبقه وطبقه بواحد البلاستيك غذائي السلوفان ولا بلاستيك عادي باش ملي كنديروها في المجمد وكنبغيو نخرجوها يعني ما كتكونش لاصقه على بعضياتها صافي. يعني بين كل طبقه وطبقه كنرشوا بعدا بالجنجلان وكنديروا السلوفان بحال هكا ونعاود ثاني ندير الطبقه الثانيه بحال هذا الشكل حتى كنسالي الكميه اللي عندي. يعني كنقسموا على شكل هكا في البواطات كي كتشوفوا معايا. هاد الطريقه كتبقى مسله وكتبقى مزيانه واخا كتبقى لكم مده اطول ما كيوقع لها حتى شي حاجه اكيد في المجمد على هذا الشكل نفس الطريقه. عاوتاني غادي نهز ثاني هاد الطبقه نفصل بيناتها حتى كنعمر الطاسه ديالي كامله على هاد الكيفيه. صافي بحال هكا هنا ساليتها وهذا كنغطي الوجه ديالها وكنغلق عليها على هذا الشكل وكنديرها في المجمد. ملي كنبغيها كنجبدها وكناخذ القياس بين كل طبقه كي كتشوفوا راها مفصوله بالبلاستيك. وكنكون نتمنى عجبتكم في هذا الفيديو. ما تنساونيش من اللايك ديالكم ومن التعليق زوينه بحالكم باش نزيدو ان شاء الله نعطيكم مزيد من الوصفات وتشجعونا باش نستمروا. وهذاك كتجي رائعه مقرمشه ورطبه في نفس الوقت. شكرا لكم على المتابعه، الى فيديو قادم بحول الله.